تاكومي شاب كان عايش حياته العادية بكل هدوء لحد ما فجأة لقى نفسه اتنقل لعالم تاني، وفجأة لقى نفسه واقف قدام الإله نولان اللي رحبت بيه باعتذار غريب شوية، وقالت له إن تم استدعائه عن طريق الغلط. الأصل إن التعويذة بتاعت الاستدعاء بتجيب ناس حياتهم عادية ومش مميزة خالص، لكن تاكومي اللي كان عايش حياة كويسة ما كانش المفروض يتجاب أبدا، واتنقل عن طريق الغلط بغلطة نادرة جدا هي اللي سحبته مع اللي اتنقلوا. والسبب كان إمبراطورية سيدونيا المقدسة اللي استخدمت تعويذة استدعاء ممنوعة بتهور، بينما الأبطال التانيين اللي اتنقلوا راحوا على طول لسيدونيا. نولان خدت تاكومي لعالمها هي، ولما سألها لو ممكن ترجعين الأرض تاني قالت له بنبرة حادة إن ده مستحيل. ومن كتر زعلها على سيدونيا عشان استخدموا التعويذة، هي خلاص عدلت قوانين السحر في العالم ده، فبقى السفر بين العوالم مستحيل تماما. والأسوأ إن جسم تاكومي مات أثناء عملية الاستدعاء دي، ودلوقتي نقدر نقول إن تاكومي بقى روح من غير جسد، فدخل في حالة هلع. ونولان عشان تهديه قالت له على خطتها، مع إنها مش هتقدر ترجعه للأرض بس هتقدر تديله جسم جديد وتخليه يبدأ من أول وجديد في العالم ده. وعلشان تحل الوضع الراهن عرضت عليه إنها تديله بركاتها عشان تخلي حياته أسهل كاعتذار يعني. وللأسف ما كانش قدام تاكومي خيار تاني، فقبل على طول. ونولان فرحت جدا، وفي ثانية فتحت شاشة الحالة بتاعته. لدهشته الجسم الجديد بتاعه هيكون نسخة منه وهو عنده 17 سنة، مع انه كان عنده 40 سنة على الارض. حاول يعترض بس نولان قالت له ان دي تفاصيل صغيرة يا عم وملهاش اي 30 لازمة. بعد كده شرحت له خياراته لفئة الشغل الجديدة، يقدر يختار دور قتالي زي سياف او فارس، او دور انتاجي زي حرفي او كيميائي. تاكومي اللي ما كانش عايز يقاتل اختار الطريق الانتاجي، ونولان زرعت الفئة دي في روحه، زادت له بركات اضافية ودعته من غير ما تديله اي شرح عن ازاي يستخدم قدراته، يعني بالبلدي رمته في النار. تاكومي الغلبان هبط في وسط غابة وهو دايخ تماما، بص في جدول قريب ولقى انعكاسه شاب صغير بيرجع له النظر. استسلم للوضع وبدأ يفتش في الشنطة اللي نولان سابتها معاه، كان فيها أكل وفلوس وكم حاجة أساسية تانية عشان ما يموتش من الجوع. وبقى متحمس فشخ إنه يجرب قدراته، ففتح شاشة الحالة واكتشف إن نولان اديته مهارات خرافية منها سحر العناصر، فرفع إيده وجرب يعمل تعويذة كرة المية. لدهشته كرة المية مثالية ظهرت قدامه، وبعدها بسرعة أتقن تعويذ عناصر تانية واكتشف إن السحر بيطلع منه بسهولة، فبدأ يتحمس أكتر وقرر يروح لأقرب قرية. وهو ماشي اتعثر في عود خشب في نص الطريق، فاستخدم مهارة التقييم بتاعته واكتشف ان العود ده من خشب الترند وهو مادة نادرة مثالية لصنع ادوات سحرية، فاستخدم مهارة التشكيل بتاعته وحول الخشبة دي لرمح عشان يجرب قدراته الجديدة. وهو مكمل لقى كتير من النباتات والمواد المفيدة فخزنها في صندوق الاغراض بتاعه، وهي مهارة بتخليه يشيل كمية لا نهائية من الحاجات. ولما خلص سمع صرخة، وفجأة بنت صغيرة طلعت من بين الشجيرات وهي بتترجى يساعدها، ووراها كان في أرنب ضخم بقرون بيجري ناحيتها بسرعة. تاكومي وهو في حالة ذعر مسك رمحه بطريقة فوضوية، وبحظ كبير قدر يطعن الأرنب في دماغه فمات في ثانية. تاكومي كان مصدوم جدا من نجاحه وافتكر إن بركات نولان هي اللي ساعدته، مع إن الضربة دي كانت صدفة بحتة. البنت قدمت نفسها وقالت إن اسمها مولي وإنها ضاعت من قريتها وهي بتجمع أعشاب. فرحت قوي إنها نجت وعرضت إنها تودي تاكومي للقرية، وقبل ما يمشوا الاتنين قالت له إن لحم الأرنب اللي ده أكلة لذيذة. فتاكومي عشان ما يضيعش الفرصة خزن الجثة في صندوق الأغراض بتاعه، بس من غير قصد ورى مولي مهارته دي، مع إنه كان ناوي يخبيها عن الناس بس خلاص. لما وصلوا القرية أهل مولي بونجا ومارسا رحبوا بيهم بامتنان كبير ودعوه يبات عندهم، بس القرية ما كانش فيها أي أوتيل. أهل القرية قرروا بسرعة إنهم يبنوا لتاكومي بيت صغير عشان يساهم. تاكومي استخدم سحر الأرض بتاعه عشان يسوي الأرضية، وده خلى الكل مصدوم من قوة سحره. تاني يوم الصبح بيت تاكومي كان جاهز
بمهاراته في النجارة والحدادة والخياطة عمل أساس لنفسه وبقى متحمس وقرر يجرب الكيمياء كمان، فاستعار خامات من حداد القرية بورون واستخدم مهاراته عشان يستخلص حديد ونحاس وحتى مواد سحرية بسهولة. بس العملية دي سحبت كل طاقته السحرية فكان هيغمى عليه، وبفضل جرعات الشفاء بتاعت مارسا وبونجا رجع لوعيه ووعد انه ما يكررش الارهاق ده تاني لنفسه. مع الوقت تاكومي بقى شخصية مهمة في القرية وبدأ يصنع ادوات، يستخلص موارد، ويحضر جرعات باستخدام الاعشاب اللي جمعها. تجاربه في الكيمياء اديته مهارات جديدة زي مهارة التنقية اللي اكتسبها وهو بيجرب جرعات على نفسه عشان يبني مقاومة للسم. وفي يوم من الأيام قابل خنزير بري ضخم في الغابة ومن غير سلاح مناسب كان هيتغلب، بس في لحظة حرجة عنكبوت سام هاجم الخنزير وأنقذ تاكومي المحظوظ، ومن كتر امتنانه شاف العنكبوت اللي كان مصاب ومن غير قصد ربط بيه وسماه ميبل. أهل القرية اتفاجئوا لما تاكومي رجع بالخنزير وصاحبه الجديد العنكبوت، وعملوا له وليمة تكريما لمساهماته اللي بتكبر كل يوم. بونجا بعد كده اقترح ان تاكومي يزور مدينة بولتون عشان يبيع أجزاء الخنزير الثمينة ويوسع فرصته في انه يتشهر. مع ميبل جنبه ومهاراته اللي بتزيد تاكومي استعد للجزء الجاي من رحلته. في نفس الوقت ده نولان كانت بتبص من فوق مبسوطة من تقدم تاكومي، ولما إلهة تانية سألتها ليه بتديله كل البركات دي نولان ابتسمت وقالت إنها بتعمل اللي حاسة إنه صح. رحلة تاكومي في العالم الجديد لسه في أولها، وبإبداعه وعزيمته كان مقدر له إنه يسيب أثر كبير. بعد كده تاكومي صحي في يوم الصبح لقى نفسه مربوط في السرير. مين اللي عمل كده يا ترى؟ ما فيهاش غير ميبل العنكبوتة الوفية بس المشاغبة بتاعته. ميبل اعتذرت له وقالت له إنها حاسة إنه أهملها، وتاكومي فعلا كان مشغول جدا بشغله، فهي حست بالوحدة وكانت عايزة بس تجذب انتباهه. ولما تاكومي أدرك إنه كان مركز قوي على شغله قرر ياخد اليوم ده اجازة عشان يقضي وقت اكتر مع ميبل. مارسا دخلت الأوضة وهي شايلة الغدا ووقفت ثانية لما شافت المشهد الغريب ده اتخضت. تاكومي مربوط بحرير ميبل، مع ان تاكومي حاول يطمنها ان الموضوع مش زي ما هي فاكرة. مارسا لاحظت ان الحرير اللي ميبل عملته كان عالي الجودة، فخطرت على بالها فكرة إنها ممكن تستخدم الحرير ده عشان تصنع هدوم. مارسا فعلا بدأت تشتغل وفي وقت قصير صنعت قميص حرير عنكبوتي تحفة. نسوان القرية انبهروا بنعومة القميص الفاخر اللي عادة بتكون للنبلاء بس. ولما شافت حماسهم مارسا طلبت من ميبل تعمل لها حرير أكتر، وميبل وافقت بس بتردد، لكن العملية دي هتخليها مشغولة شوية، وده خلى تاكومي يتحسر لأنه كان ناوي يقضي اليوم ده كله معاها. وبرغم كده تاكومي كان عنده شغل لازم يعمله، فقرر يستغل وقته بشكل مفيد. كان بقاله حوالي شهر في القرية، ومع انه اتعلق بأهلها حس انه لازم يكبر مهاراته وشغله، وهدفه الأساسي كان انه يدرس الكيمياء في مدينة بولتون القريبة منهم. عشان يستعد للانتقال ده زار بورون في الورشة عشان يطور مهاراته في الحدادة، ومع بعض صنعوا درع صدر متين وحذاء حديدي. بورون قال له ان الحذاء هيفيده في الدفاع عن نفسه، بس تاكومي قرر انه مش عايز يقاتل ابدا. الكلام اتقطع لما بونجا دخل وقال له انه رتب له يسافر مع تاجر رايح بولتون بعد كام يوم. ومع ان اهل القرية زعلوا ان تاكومي هيمشي دعموه لانهم عارفين ان دي خطوة منطقية عشان يكبر في شغله. وهو راجع بيته عشان يحضر شنطته قابل مارسا وهي شايلة جردل مليان احشاء ارنب. شرحت له ان لحم الارنب ده لذيذ بس لازم يتعالج كويس عشان يتخلص من الامراض، والقرية ما كانش عندها المعدات المناسبة. لما سمع كده تاكومي عرض انه ينقي اللحمة بسحر النور بتاعه، وبتعويذة واحدة خلى اللي في الجردل آمن للأكل. مارسا ساعتها اتفاجئت مش بس من قدرته على استخدام سحر النور لكن من اللي ممكن يترتب عليه، وحذرته انه لازم يخبي القوة دي لما يسيب القرية لان سحر النور نادر وممكن يجذب انتباه مش مرغوب فيه. تاكومي وعدها انه هيبقى حذر. قبل ما يمشي بقى تاكومي عايز يرد الجميل للقرية، فاستخدم سحر الأرض عشان يبني سور طوب متين للحماية، وكمان عمل مضخة مياه عشان يسهل الحياة اليومية على أهل القرية. ولما خلص القرية بقت كلها شكلها متغير وتقريبا مش هتعرفها. ولما التاجر بيك وصل انبهر بالتغييرات الجديدة،
قدم نفسه لتاكومي واتأكد إن كل حاجة جاهزة للسفر. قبل ما يمشي تاكومي ادى لبونجا جرعة شفاء وقال له إن ساب مخزون من الجرعات دي لحالات الطوارئ، وبيك اتفاجئ ساعتها بجودة الجرعة دي وسأل إذا ينفع يفحصها، ولما عرف إنها جرعة نادرة من المستوى العالي قال له إنه عايز يشتري منها جرعات كتير. أهل القرية اتلموا عشان يودعوا تاكومي. مولي بعيون مليانة دموع ودعت ميبل اللي كانت متكومة في شنطة تاكومي، ومارسا بدورها اديته طقم هدوم معمول خصيصا من حرير ميبل، هدية لمسته جدا من جوه. ومع وداع من القلب ووعود انه هيرجع، تاكومي ركب العربية